السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وبركة. هذه السيارة التي نراها تتقلب في المياه في بلاد الحرمين الشريفين، فالأمر ربما يصبح في حالة الطقس في هذا العام أمر مخيف جدا، فندعو الله ليل نهار أن يجعل هذه سقيا رحمة لا سقيا عذاب، وأن يحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء. هناخد فاصل مع بداية السيول التي وصلت إلى مصر ثم نعلق عليها. سبحانك يا الله، الإنسان في أشد الشوق إلى هذه المياه التي تنزل من السماء، التي قال الله سبحانه وتعالى فيها: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. وصلت المياه التي تنزل من السماء، مياه الأمطار، إلى الشيخ زايد عندنا في مصر، وإلى محافظة الإسكندرية، وفي أماكن أخرى، وفي مدينة دمياط الجديدة. كانت عواصف الرعد في هذه الليلة الماضية قاسية جدا، فنسأل الله أن يسلمنا بفضله ومنه وكرمه، ولكن ننظر إلى هذه المياه النازلة من السماء بقدرة الله عز وجل، لنعلم أنها تنزل لتحيي هذه الأرض بعد موتها. فالله سبحانه وتعالى يقول: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا تذهب على عند الماء العذب والماء المالح. الله سبحانه وتعالى جعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. تأتي آيات الاضطرار، آية الدعاء: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. يا من تشعر بالحيرة، اطلب الهداية كثيرا من الله، فهو الذي يهدينا إلى الطريق المستقيم، وتمسك بالقرآن فهو طريق الهداية. قال تعالى: أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. فهذه المياه التي تنزل بيسر من السماء هي رحمات وبركات وخيرات من الله سبحانه وتعالى. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض. الذي يرزق البلاد والعباد هو الله، ولا أحد يتحكم في الرزق غيره سبحانه وتعالى. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقال تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. فالله سبحانه وتعالى يقول: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. وفي آية أخرى: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. نسأل الله عز وجل أن يحفظ مصر وأن يحفظ بلاد الحرمين وأن يحفظ إخوانا في مصر الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ينصرهم بنصره نصرا مؤزرا، وأن يثبت أقدامنا وإياهم، وأن ينصر من نصر الدين، وأن يخذل من خذل المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على النبي الأمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أترككم في رعاية الله وأمنه.